يا مساء الخير عليكم جميعا. النهارده معانا ضيف خبرة أكتر من 6 سنين في المجال العقاري، واشتغلت في أكتر من 7 شركات، والنهارده ممثلة عن شركة جولدن لاند اللي عاملة ضجة وحالة كبيرة جدا في سوق أكتوبر وزايد، وإعلاناتها منتشرة ببراند جديد وباسم رجعنا للكلاسيك والأسامي اللي هي يعتبر فيها رونق حلو. مشروع نسيم. معانا آلاء شرف. ازيك يا آلاء؟ تمام، الحمد لله. مبسوط الحمد من لله. اللقاء ده معاكي ان شاء الله، نفيد الناس كلها كده بالمعلومات اللي عندك، ان شاء الله. وعن المشروع الجديد اللي اسمه نسيم، اللي عامل ضجة وحالة كبيرة جدا في السوق. وفي نفس الوقت برضو البراندنج مع الماركتنج اللي نازلة عاجبة الناس، الفراشات الزرقاء مع الورد الازرق مع الابيض، في حالة كده حلوة. دي حقيقة. رجعنا لاسامي زي النسايم واشجار ودريم وحاجات يعني احنا كنا بنحب ان احنا نسمعها ونشوفها في المجال العقاري. كلمينا اكتر بقى عن الشركة وعن المشروع وليه نسيم. اولا شركه جولدن لاند مم. هي مش شركه جديده خالص في الماركت، هي شركه بقالها كتير جدا في الماركت. وهي شركه جولدن لاند هولدنج، هي بيندرج تحتها اكتر من شركه، من ضمنهم شركه استصلاح زراعي. تمام، شركه جولدن لاند للاستصلاح الزراعي، ودي بقالها كتير مم. قوي برضو. وفي مصنع طبعا تعبئه وتغليف، الدوليه للتعبئه والتغليف. عندنا كمان الدوليه للديكورات، احنا برضو يعني هي متخصصين شركة في. قابضة تحتها مجموعة شركات في مظبوط. أكتر من مجال. مظبوط، وطبعا مم. مصنع كريستال ونجف طبعا باسم مستر قطب اللي هو صاحب الشركه. حلو. مستر قطب مختار يعني عنده ملأة مالية كبيرة، وطبعا الشركات دي كلها كمطور عقاري بقى تحت. من امتى؟ يعني خلينا نتكلم في مطور عقاري. لا، في مطور كمطور عقاري هو موجود في الماركت بقاله اكتر من 15 سنه. كان بيعمل عمارات انديفيدوال موجوده في اكتوبر وفي مم. زايد وفي التجمع، موجوده في بيت الوطن، مم. كمان مسلم ميني كومباوند موجود في اكتوبر اسمه لادرس. وطبعا احنا برضو اتعرفنا قوي بالتو ستريب مول بتوعنا اللي موجودين على وصلة دهشور عند مدخل زايد 5 ومدخل زايد 6، سيتي ووك وجولدن ووك. ممتاز. طبعا احنا الشركه اللي عملت طبعا التو ستريب مول دول، واحنا كمان اللي ماسكين الفاسيلتي مانجمنت دلوقتي. ممتاز جدا. ليه نسيم بقى وليه اختيار اللوكيشن ده والموقع ده؟ ليه نسيم؟ مبدئيا ليه نسيم؟ نسيم علشان هو اغلب العمارات من جوه هتكون واجهتها بحري، مم. فسموه نسيم اللي هي جايه من نسمه الهواء. حلو فهي طبعا اسم كرييتيف جدا واسم جدا لطيف، وفي جدا. نفس الوقت بيوصف برضو المشروع. يعني فكره ان هو صح معظم العمارات جوه واخده اتجاه البحري، فدي طبعا ميزه حلوه جدا يعني. صح. لا هو الاسم كمان حتى ان هو مرتبط باتجاهات بقى العمارات والكلام ده، بس هو مظبوط. كاسم حتى بعيد عن عن الاتجاهات، هو الاسم فعلا مميز دي حقيقه. وفريد فعلا، اختياره كان مميز جدا يعني لما انتوا اخترتوا الاسم بالبراندنج حتى اللي اتعمل، اللي احنا شايفينه في ازرق مع ابيض مع الفراشات، الحاجات دي كلها عامله حاله ومخليه الناس تسال كتير جدا بقى عن المشروع. عايز انقل معاكي للنقطه اللي بعد ليه نسيم، اختيار الموقع. احنا برايم لوكيشن، احنا في شارع 5، تاني نمرة من الصحراوي، احنا في منطقة مم. الثورة الخضراء. ده اكستنشن لمنطقة الشيخ زايد القديمة. تمام. مظبوط. احنا بالظبط دقيقتين من داندي مول وسمارت فاليج، احنا 5 دقايق لحد النادي الاهلي، 7 دقايق لحد هايبر وان. مم. فطبعا لوكيشن مميز. كل لاند مارك موجوده حواليه، جيراننا طبعا كايرو جيت، اعمار فيليج، وسط الدره، احنا كمان قدام ابراج زد. مم. فاللوكيشن مميز جدا، احنا اخترنا اللوكيشن ده علشان العميل دلوقتي بيدور على مكان تكون خدماته كلها موجوده حواليه. مم. مستشفيات موجوده، جامعات صح. موجوده، مدارس موجوده، هايبر ماركت، مولات تجاريه، وكل ده موجود في منطقه الشيخ زايد دي طبعا. حقيقة، هو يعتبر الثورة بتتوصف ان هي زايد القديمة. مظبوط. لكن هو في مشاريع بتنزل من ناحية النزهة اكتر اقرب، مظبوط. وفي مشاريع تانية بتبقى من ناحية الصحراوي. انتوا تاني مظبوط. نمرة من الصحراوي احنا اكتر. تاني نمرة على طول من الصحراوي. احنا طبعا عندنا الاكسس من عند من شارع النزهة، وعندنا مم. اكسس كمان من الصحراوي، لان ممتاز. طبعا الشوارع دي كلها متصلة ببعض. هو الاريا بتاعه منطقة الثورة الخضراء شوارع كلها ماسكة من النزهة لحد الصحراوي. صح. فهي في اكسس اوريدي من النزهه، لو حد مثلا جاي من على المحور يقدر يدخل من شارع النزهه، يدخل طبعا شارع 5 ويقدر يوصل المشروع. لنسيم، مم. يقدر يوصل لنسيم بمنتهى السهوله. او لو هو جاي من عند الصحراوي بقى من عند سمارت فاليج وداندي مول، هياخد الفلاي اوفر برضو ويعدي تاني نمره على طول، هيكون برضو كومباوند نسيم. هنتكلم عن الماستر بلان بقى ومكونات المشروع ايه ومساحة المشروع والعمارات ارتفاعاتها ايه قد ايه، وهل بقى في باركينج مفيش باركينج يعني. ادينا وصف للماستر بلان بقى بمكونات المشروع كلها. تمام، احنا فعلا مشروعنا على 8.5 فدان، مم. احنا بنبني على 22% والباقي طبعا لاندسكيب ووتر فيتشرز. عندنا طبعا مشروعنا جي بلس 4، عندنا اندر جراوند باركينج على مساحه المشروع بالكامل، متصلة ببعضها تحت. متصله ببعضها. ممتاز. الفاسيلتي بقى اللي موجودة. الفاسيلتي طبعا في كلاب هاوس، في سويمنج بول، كيدز اريا، سيتنج اريا، في اوت دور سينما، ممتاز. في طبعا ووتر فيتشرز، في بدل كورت. مم. كل ده موجود خدمات في المشروع يعني. طيب مساحات الوحدات اللي موجوده في المشروع، يعني البرودكت ميكس الموجود بقى عندكم، لو نشرحها كده بشكل يعني لكل مثلا وصف، زي مثلا غرفه او غرفتين او 3،
بتبدا المساحات من قد ايه؟ وهل عندكم كل المساحات بالدوبلكس والبنت هاوس ولا في مساحات معينه مش موجوده؟ احنا مشروعنا كله ابارتمنتس. احنا عندنا كل التايبس من اول 1 بدروم لحد الفور بدروم. عندنا طبعا ال1 بدروم بتبدا معانا من 60 متر، وعندنا ال2 بدروم بتبدا من 117 متر، ممتاز. ال3 بدروم من 162 متر، والفور بدروم من في 221 فور متر. بدروم عندكم؟ في فور بدرومز تمام. الدوبلكس والبنت هاوس موجود ولا مش موجود في لا، ده المشروع؟ مش موجود في المشروع. مفيش. الجراوند بجاردن؟ الجراوند طبعا بجرد. الاخير فيه روف ولا من غير روف؟ لا، من غير روف. من غير روف. من غير روف. طيب في استغلال للروف في حاجه معينه ولا مفيش استغلال للروف؟ هو حاليا مفيش استغلال لروف. يعني حاليا مفيش الروف فكرة. مفهوش. لا لا خالص. طيب لو هنتكلم بقى في كلمه السر في اي مشروع وهي التسعير. احنا نازلين بسعر متر مش موجود في الماركت. احنا نازلين بسعر متر 35,000، ممتاز. وعندنا كمان ديسكاونت 5%. في قلب زايد القديمه 35,000. نتكلم يا جماعه ان يعني انا بتكلم عشان خاطر انا شفت مشاريع كتير جدا في زايد القديمه او في الثوره، السعر ده فعلا اكسكلوسيف عندكم، يعني مش موجود في حته ثانيه. دي حقيقه. وكمان في اللونش طبعا في ديسكاونت 5%. بالنسبه ده الاول طرح يعني؟ ده الاول طرح. بالنسبه للبيمنت بلان احنا عندنا مقدمات من 5% واقساط لحد 10 سنين اقساط متساويه. ممتاز جدا. طيب الاستلام ومواصفات التشطيب المشروع؟ احنا استلام 3 سنين. بالنسبه لمواصفات التشطيب احنا بنسلم كورنشال. تمام. احنا تقريبا كده شرحنا المشروع بشكل سريع، اتكلمنا على كل نقطة بتهم اي حد، هي المطور العقاري، الموقع، الماستر بلان، الوحدات، التسعير، البيمنت بلان، والاستلام والتشطيب. عايزين نعرف من آلاء بقى يعني ايه الحاجة المميزة والفريدة لو حد بيشوفنا لأول مرة ويشوف مشروعنا يجي يشتري؟ المميز عندي ان انا نازله بسعر متر هو اتراكتيف جدا، بلس ان انا معايا الاوراق القانونيه. ممتاز. فهي دي انت البوينت. عندكم من اول ما نازلين دلوقتي قرار وزاري موجود وترخيص كل الاوراق القانونيه موجوده. ممتاز. معايا القرار الوزاري، استلمت مجمعه عشريه، وان شاء الله هنبدا كونستراكشن بعد التسكين على طول. دي معلومة مهمة جدا على فكرة، لأن مش كل الشركات اللي حوالين نسيم أو في منطقة الثورة بيبقى أوراقهم جاهزة 100%. فدي برضو حاجة فعلا مميزة. إيه تاني ممكن يبقى مميز برضو العميل يجي يشوفنا أول مرة يشتري؟ هي طبعا شركه عندها هيستوري. انا في الكومباوند نسيم بديلك قيمه حرفيا مقابل سعر. ممتاز. فكل الخدمات بتاعتك موجوده، بلس ان احنا كمان في حاجه عايزه اقولها لك، ان احنا كمان في اللونش احنا السلوت بتاعت الباركينج والكلاب هاوس فور فري. دي حاجة تانية. بالظبط كده. فدي طبعا كلها بوينت. هشتري بتيكت برايس قليل في شركه عندها هيستوري، اوراق القانونيه كلها موجوده، وباخد طبعا اوفرات هي مش موجوده حاليا. ممتاز جدا. طيب احنا كده خلصت حكايتنا عن شركة جولدن لاند، عن مشروع نسيم. انا شايف حاجتين من وجهة نظري بما اني بقعد مع اكتر من شركة وبشوف اكتر من مشروع. مفيش 35,000 سعر متر موجودة في المنطقة دي تماما. بيقدموا منتج هو فعلا فيه قيمة مقابل سعر ومقابل موقع استراتيجي، لان هم دلوقتي كده هم يعتبر قريبين جدا من مشاريع ممكن تبقى منافسة في مناطق ممكن تبقى اقل حيوية من زايد القديمة. احنا بنرشحه، احنا بنقول ان هو بيقدم قيمة مقابل سعر، مناسب لحد عايز يسكن، مناسب لحد ممكن بيدخر فلوسه لاولاده، مناسب للمستثمر برضه حابب ان هو يشتري في موقع هيبقى حيوي وقريب جدا من كل المحاور والخدمات اللي ممكن يحتاجها. يعني بشكر آلاء جدا على الوقت ده، وبشكر جدا على المعلومات اللي انت بتديها للناس، وان شاء الله كده نشوفك في حلقات تانية كده ان شاء الله ولقاءات تانية كده مع ابديتس بقى كتير ان شاء الله في المشروع باذن الله. إن شاء الله. شكرا يا آلاء. وانا كمان اتشرفت بيك جدا وسعيده جدا باللقاء معاك. ربنا يخليك يا آلاء.